وطبعا انا بعزم مفصل مرتاح، وفي نفس الوقت انا مش هستهدف البنش. السلام عليكم يا شباب، هكلمكم النهارده عن تمرين من اهم تمارين العزم اللي بدي تدي تساع شويه للبنش، تفتيح بجهاز الفراشه. هنشوف مع بعض الاداء السليم دلوقتي. اول ما اجي امسك الجهاز لازم اتاكد ان الجهاز مناسب لجسمي او لطولي. بمعنى اصح لو انا قاعد كده اهو لقيت ايدي فوق شويه عامله كده، هعرف ان انا هاذي كتفي. لازم تعلي الدكه شويه. انا كده عليت الدكه بحيث اتجاه كوعي او اتجاه المقسم عندي يكون لتحت شويه. وانا ماسك الجهاز لازم احافظ على كيرف تانية بسيط كده في الكوع، سواء وانا رايح او وانا جاي. في ناس بشوفها تلعب كده وايديها مفروده. طبعا انا بعزم مفصل مرتاح، وفي نفس الوقت انا مش هستهدف البنش. انا بمشي في نص قوس بالظبط، يعني مش هدفي بس ان بزق الوزن وخلاص قدام، لا انا لازم اكون في دماغي ان انا ماشي في نص قوس. في الرجعه بتاعتي نازله هاديه جدا، وبنصب صدر بزياده وبريح دماغي لورا، والطلعه بتاعتي بتكون سريعه نسبيا وفيها الزفير. لو انا حسيت بألم في كتفي برضه مش مرتاح، انا ممكن اخلي ايدي دي تبقى ماسكه المقبض 7 شويه بالوضع ده، يعني مش لازم امسكها كده ده مستويه، لا انا ممكن امسكها 7. هيبقى شكل الحركه كالتالي اهي. لو انا برضه عاوز امسك الجهاز من فوق، بنشوف ناس تلعب من فوق خالص كده، بس ساعتها زي ما انتم شايفين هكون وضع ايدي مش مرتاح مع الكتف، يبقى انا لازم ساعتها اعلي الدكه زي ما قلنا اهو كده. ساعتها هيكون اتجاه ايدي لتحت شويه، وساعتها مش هيبقى في مشاكل في الكتف. هشتغل بنفس الطريقه، هحمل الوزن على الجزء دوت اهو، ايدي متنيه كذلك، بمشي في نص قوس وبنصب، برجع دماغي وبرجع بنصب. السبعه برضه اللي قلنا عليها ممكن نعمل ايدينا كده، ساعتها هتلاقي كتفك مرتاح 100%، في نفس الوقت استهدفت البنش بدون ما اذي كتفي او شغل حاجه تانيه معاه. بقول لك يا شباب اشوفكم فيديو جاي. تقريبا معايا وانا نازل زاويه قايمه، في ناس في نص قوس الحركه بتاعتي